السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة التفاني المنوعة. أحب أرحب بمشاهدينا الجدد، وياريت متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصلكوا كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكوليه اللي قدامنا ده شكله رقيق جدا، في اللبس شيك جدا الصراحة، ما بيبانش إلا على اللبس تلبسيه. وزنه حوالي 35 جرام. طبعا أنا استخدمت فيه كده اللولي، بس حابة أقول لكم حاجة بالنسبة للولي. طبعا عشان تعملي الإكسسوار هاتي نوعية نضيفة، يعني مثلا زي الCCB في اللولي. لكن الأنواع التانية اللي هي بتقشر وكده لا، دي ما تستخدمهاش في الإكسسوارات ولا في الشنط ولا حاجة. يعني انت أقصى حاجة ممكن تعملي بيها اللولي اللي هو سعر قليل شوية هي شنط الأطفال. أنا النهاردة مستخدمة لولي مقاس 8. تمام. هنحتاج لسلسلة. طبعا احنا يعني هنحتاج مثلا ايه كده، يعني حوالي ربع متر، يعني مش هتحتاجي كتير. هنحتاج للإقفال بتاعة هنحتاج 2. هتحتاجي حلقات، يعني برضو حلقتين كده. كمان عايزين لولي مقاس 3 4، لو عندك نص تفسيرة، لو عندك تفسيرة أي حاجة يعني متاحة عندك هتبقى برضو كويسة. المهم حاجة ايه صغيرة عشان أقفل بيها. هنحتاج ايه كمان؟ الخيط أنا مستخدمة هنا خيط صيد مقاس 45. انتي لو عندك 40 30 اوكي تمام، او حتى 50 برضو ماشي. بس كل ما تخلي الخيط رفيع مقاسه اقل بيبقى احسن في الاكسسوارات. طبعا محتاجة البنزة عشان خاطر تفصلي الحلقات بتاعت السلسلة، والقصافة عشان الخيط. تمام كده. هنبدأ بقى الورشة بتاعتنا ونسمي الله. نبدأ ورشتنا نصلي على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الورشة كلها غرزة رباعية، بتاخدي 4 خرزات توسطنيهم في الخيط. احنا هنشتغل النهاردة بطرفين بس من غير عقدة. الكوليه لازم يكون فيه انسيابية شوية، ما يكونش بالعقدة وشادين ويبقى ناشف. عشان كده قلت لكم الخيط يكون مقاس صغير، وهنشتغل بطرفين ومن غير عقدة. تمام. طيب هتعمليها ازاي؟ تاخدي خرزاي لولاية اهي، لولاية دي كده، ادي طرفين الخيط معاكي اهو، طرفين الخيط. مرري الطرف الشمال في اللولاية كده بالشكل ده، وامسكي الطرفين كده عشان توسطني بيهم الخيط كده. احنا عملنا غرزة رباعية بالشكل ده كده. تمام. نفس الحكاية احنا هنعمل شريط كأنك بتشتغلي بطرفين وعقدة، بس مش هنعمل عقدة. الطرف الشمال هتحطي فيه واحدة، والطرف اليمين هتحطي فيه 2 كده. هتيجي بقى تاخدي الطرف الشمال ده هتمرريه زي ما عملنا في اول غرزة، هتمرريه في اللولاية اللي في الطرف اليمين بالشكل ده، وتمسكي الطرفين كده وايه وتشدي كده اهو عشان نعمل الغرزة اللي هي التانية الرباعية بالشكل ده كده. نعمل واحدة كمان، الطرف الشمال هتحطي فيه واحدة، والطرف اليمين هنحط فيه 2 عشان تكملي الغرزة الرباعية. ادي 2 اهو. هنيجي بقى الطرف اللي هو الشمال ده هتمرريه في الطرف اليمين كده في اللولاية اهي بالشكل ده كده، تمسكي الطرفين وايه تمرري اللولي كده بحيث كده يعمل لك غرزة رباعية. ادي الغرزة الرباعية ايه التالتة
طب انا كام هعمل الشريط؟ انا عايزه شريط مكون من 20 لولايه او خرزه او مربع. نشتغل ال19 وبنطلع بال20. نكمل ونشوف. انا كده عملت كام لولايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. تمام. تحس ان هو ايه، بيبقى حاسه ان مموج شويه كده، معرج شويه كده. كل ده هيتظبط معاك. بس خلينا نعمل غرزه 19 بالعقده عشان ما وانت بتشتغلي ما تضايقكيش. هناخد في الطرف الشمال واحده، في الطرف اليمين هنحط 2 اهو. 2 في الطرف اليمين، واحده في الطرف الشمال، وبتلفي على الطرف الشمال كده وبترديها تاني في الولايه وبنعمل العقد. تمام كده. ادي الشريط اهو. بس كده الشريط 19 لولايه، انا عايزاه 20. انا مش هطلع للسطر التاني دلوقتي، فبالتالي هقفل برضو ال20 نفس الطريقه. هاخد واحده في الطرف الشمال واتنين في الطرف اليمين بالشكل ده كده، وهمرر. انت ممكن تعملي العقده لو الولايه فتحه الولايه كبيره، يعني تقدري تمرري الخيط فيها تاني. لو الفتحه صغيره تعمليها كده زي ما انا عملت. بعد كده بقى هنركب السلسله او القفل بتاع الكوليه. هناخد من الخرز الصغير 3 زي ما قلت، تفسيره، نص تفسيره، لولي، مقاس صغير، اي حاجه متاحه عندك. انا هنا كنت ركبت السلسله. تمام. طرف هتركبي فيه السلسله، والطرف التاني هتركبي فيه القفل بالحلقه. ادي اهو. همرر كده الحلقه واحط 3 تانيين. تمام. وهعمل ايه نفس الولايه اللي طالع منها الخيط همررها فيها تاني كده بالشكل ده كده. تمام. وهرجع امرر فيها تاني عشان تبقى ايه معاكي مثبته كويس اهي. هتمرري برضو في الحلقه وفي اللول اللي احنا حاطينه. بالشكل ده كده. تمام. وهرجع امرر في نفس اللولايه اللي طالع منها اللولي الصغير اللي احنا شغالين عليه كده. طرفين الخيط طالع لك من اللولايه اهي زي ما انت شايفه. تمام. بعد كده انا هوصل بقى طرفين الخيط لايه، للولايه دي. يعني الطرف ده همرره فيها عشان هبدأ بقى اشتغل عليها اهو. والطرف التاني همرره عشان لازم ما تيجي تشتغلي يكون طرفين الخيط طالعين من نفس الخرزة او الولاية اللي انت شغالة عليها. يبقى كده طرفين الخيط طالعين لك من الولاية دي. طيب انا برضو هعمل نفس اللي عملته هنا في الولاية اللي فوقيها. هشتغل بالطرف ده، مش الطرف ده. هشتغل بالطرف الشمال، احط فيه 3 من اللول. همرر فيه ايه برضو، مش هعمل عقدة اهو. همرر كده. تمام. انا عملت كده ليه؟ عشان يطلع لي طرفين الخيط من الولاية دي، عشان اعمل برضو اثبت القفل بتاع
الكوليه كده هنا اهو. تمام. هعمل ايه بقى؟ الطرف اللي هو اليمين ده ايه بقى؟ في الطرف اليمين هنحط ايه؟ هنحط 3 من اللولي والقفل و2 من اللولي، واحسن تخلي القفل من غير الحلقه بتاعته. تمام، عشان تبقى ايه يعني مش متحرك. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي في اللولايه اللي هي دي كده، همرر فيها الخيط اهي. شايفين انه لولايه؟ اللولايه دي كده همرر فيها كده، يبقى ايه ثابت عندي القفل كده اهو بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى هتعملي ايه؟ هتمرري تاني في قلب اللولايه كده اهو، وهنمرر فيها تاني عشان خاطر نثبتها. هتثبتي، تمرري الخيط في اللولي تاني عشان يثبت. طبعا والفتحة بتاعة القفل كده مررنا اهو. تمام. هنعمل ايه؟ هنمرر دي هنا كده، والخيط اللي معايا ده الطرف التاني همرره برضو. احنا عاوزين ايه بقى؟ الطرفين الخيط يطلعوا لي من الولاية دي، فانا همرر كده الطرف ده في الولاية دي وهنا، وبرضو من الناحية التانية همررها في الولاية دي ودي. يبقى كده طرفين الخيط طلع لي من الولاية دي. هبدأ بقى الطرف اللي تحت ومرره في الولاية، وابدأ اشتغل برضو بطرفين بس من غير عقد كده. الطرف اللي فوق حط فيه 2، الطرف اللي تحت همرره في اللولاية بالشكل ده كده اهو، عكس بعض. تعملي الطرفين عكس بعضيهم، الطرف اللي تحت مرريه في اللولاية، الطرف اللي فوق هنحط فيه 2 بالشكل ده كده، وهكذا هنكمل لغاية آخر السطر. خلصت السطر اهو زي ما انتوا شايفين، وخليت برضو الخيط طالع لي من الجنب عشان هزود غرزة. هزود الغرزة برضو كأني بعمل شريط، طرف فيه واحدة والطرف التاني فيه 2 كده. وهنا بقى هعمل بقى ايه؟ هقفل على الشغل بتاعي وهعمل العقد بالشكل ده كده. تمام. بعد كده انت بتعملي يعني جزئين، يعني ادي واحد ادي التاني، نفس الحكاية كده بالشكل ده. هنيجي بقى نثبتهم مع بعض. هتعملي ايه؟ هتجيبي خلي كده السطر اللي هو فيه الزيادة خليه من تحت. تمام اهو. هنعمل كده، بصي ادي السطر اللي هو فيه الغرزة الزيادة خليته تحت، السطر التاني برضو فيه الغرزة الزيادة خليته من تحت. تمام. هبدأ اشبك ما بينهم. هاجي بالطرف ده كده، الطرف ده هحط 2 من اللولي
الطرف اللي هو طالع لي من تحت ده كده احط 2 من اللولي، وهاجي في اللولايه دي كده اهي وهقفل كده، شايفين اهو. يبقى اخدت اللولايه دي مع اللولايه دي وحطيت هنا 2. طب هعمل ايه بعد كده؟ همرر فيها اللولايه اللي هي كان طالع منها الخيط دي، همرر فيها الخيط تاني اهو كده، همرره في اللولي التاني برضو بالشكل ده اللي انا كنت حاطاه اهو. يبقى انا كده قفلت تمام. بعد كده هعمل ايه؟ مش هحط لولي، بس هقفل، هاخد الاتنين اللولي دول مع بعض كده اهو، هقفلهم مع ايه، مع الاتنين اللولي اللي قصادهم دول، اتنين اللولي اللي قصادهم دول، شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. امرر الخيط كده، انا بقفل بشبك الاتنين مع بعض بالشكل ده كده اهو تمام. هنثبت بقى ايه الشغل بتاعنا. الاول هنمرر تاني كده في الاتنين اللولي دول برضو تمام، ونبدأ بقى ايه نربط الشغل بتاعنا. هنمرر هنا ونبدأ نربط. نبدأ بقى نتوه الخيط بتاعنا، نشد العقدة كده اهو. دخلنا العقدة جوه اللولاية، تبدأي بقى ايه مرري الخيط يعني في خرزتين 3 كده، وبتقطعي الطرف من الجنب ده ومن الجنب ده، وبكده يبقى الكوليه بتاعنا خلاص. شكله في اللبس جميل جدا. اتمنى يا رب الورشة تعجبكم وتكون سهلة. مستنية رأيكم في التعليقات، لايك وشير عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.